السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا كده أما أشارككم الغدا النهاردة ونشوف هنعمل ايه. أنا ندى أحمد. لو أول مرة تشوفوني لايك وشير للفيديو ده. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا معايا هنا 6 حمامات هنعملهم النهاردة إن شاء الله. حطيت في المية دي على النار زي ما انتوا شايفين، هي خلاص قربت هتغلي، سخنة يعني بس مش غلت. حطيت فيها ملح وحطيت فيها نص ليمونة مش يعني عصرتها على المية وسبتها فيها لحد ما المية بتسخن. اولا دي بتكون بتخلي الحاجة اللي انت تعمليها سواء بط او فراخ ما فيهاش ريحة زفرة تماما، وكمان الملح بيخلي الجلد بتاع الطير اللي انت هتذبحيه عموما، بتخلي جلده كده إيه في نبرة لمعة يعني، بيجليه يعني بمعنى الكلمة كده. يعني عموما الليمون والملح في قلب المية حاجة كويسة جدا. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل 3 ب3 معاكم وهننضفهم وهوريكم هنعملهم ازاي. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، بس قبل اي حاجة ما تنسوناش في لايك وشير لندى. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص خدت 3، هناخد 3 ب3 كده. هفتح الحنفية عليهم طبعا مية ساقعة زي ما انتوا شايفين كده، هتسهل علينا تماما وهتخليهم نضاف جدا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده. مش هنخلي فيهم الهوا ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو وكمان اعملوا الحمام بالطريقة اللي انا هعملها قدامكم دي، وان شاء الله تطلعوا بنتيجة كويسة. زي ما انتوا شايفين كده المية الساقعة طبعا يعني ايه، لو المية سخنة كمان وانت حطيتيه فيها وبعدين حطيتيه تحت المية الساقعة بتسهل عليك التنظيف. يعني ايه الجلد بتاع الحمام زي ما انتوا عارفين ان هو مش سميك، رقيق جدا فما بيستحملش حاجة. فزي ما انتوا شايفين انا بنضف وانا مطمنة جدا وعارفة ان كمان مفيش حاجة تتسلخ مني. يعني ايه الجلد بتاعها يعني زي ما انتوا شايفين كده الجلد بيطلع بكل سهولة. طبعا يمكن دي اول مرة انضف معاكم هنا حاجة في القناة، بس حبيت اوريكم يعني، ومش بعلمكم زي ما قلتلكم بس بديكم فكرة انا بشتغل ازاي او بعمل ازاي. طبعا الإضاءة هنا في المطبخ عند نينا ضعيفة شوية، عند مامتي اللي هي والدة جوزي يعني. بس إن شاء الله مع الأيام هنزودها لكم شوية وهنغير كل حاجة بإذن الله. مش محتاجة منكم غير الدعم والتقدير للفيديو ده. زي ما انتوا شايفين كده تنظيفهم سهل جدا. يعني ايه انا هنضف ال3 دول، طبعا لو تلاحظوا ان الاتنين التانيين فيهم ريش صغير كده. هنفتح المية الوقت كده يعني ايه سرسوب صغير كده، وهنشتغل عليه هينزل لنا كل الريش الصغير ده، لانه اصلا مش ماسك. يعني حرفيا ريش الحمام ده انت لو شدتيه كده من غير ما تحطيه في المية بيشال معاك، يعني ايه ما بيكونش حاجة يعني. فزي ما انتوا شايفين كده وبس كده حبيت اشارككم غدا النهارده ان شاء الله هنعمل حمام محشي لسان العصفور والكبد والقوانص، وكمان هنعمل جنبه معمر. مش عارفة انتوا بتقولوا عليه ايا كان في المكان اللي انتوا بتسمعوني منه او على البلد اللي انتوا بتشوفوني منها، بس احنا هنا بنقول عليه معمر. في ناس بتقول عليه مكمور وفي ناس بتقول عليه حاجات تانية، بس هو معمر في اغلب الاماكن يعني. زي ما انتوا شايفين كده تنظيفه اسهل من السهولة. كمان هنعمل معاكم المعمر في الفرن البلدي اسهل من السهولة. وان شاء الله في الايام اللي جايه نعمل معاكم حاجات حلوه كتير. يعني الدماغ ده احنا بنشتغله دلوقتي بس يلا دينا بقى هننضفه وخلاص. هننضف الحمامة كلها زي ما انتوا شايفين الحمامة بيضة وجميلة معانا ازاي، وكمان ما تلاقوش فيها ريحة زفارة. احنا اي نعم هنغسلها بالليمون دلوقتي تاني والملح، بس هي دلوقتي ما تلاقوش ريحة زفارة في المكان اللي انت بتنضفي فيه. دي حاجة يعني تركاية كده لما تكوني بتحطي الليمون اي حاجة عموما بط فراخ رومي اي حاجة وتحط ليمون في المية بتيجي تنضفها ما بتلاقيش ريحة زفرة في المكان. يعني المية دي بتمتص كل حاجة، مية وملح يعني. زي ما انتوا شايفين كده دايما خلوا الحتة حواليكم نظيفة. تنظيف المكان مش بياخد حاجة ولا بيتعب عموما، لو ايدك في المكان اول باول مش بتتعبي. بالعكس انت بتكوني مرتاحة نفسيا. يعني زي ما انتوا شايفين كده احنا بنخلص اول باول. انا جنب كيس بلاستيك حطاه في جردل صغير وبحط فيه الريش، في الاخر هربطه وارمي الكيس. بسيطة خالص، ما بتلاقيش حواليكي دربكة. غير بقى لما بتنضفي وتحطي 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 بتيجي في الاخر بتلاقي حواليك الدنيا بايظة. فليه انت اللي هتعمليها في الاخر وانت اللي هتتعبي فيه.
فدايما حافظوا على نظافة المكان اللي انتوا فيه، لان نظافة المكان بتدل على نظافتكم انتوا. يعني اذا الواحد اذا مش نظيف في مكانه فهو اساسا مش نظيف، فدي حاجة بتدل يعني على نظافة الواحد نفسه. تنظيف الحمام مش بياخد وقت خالص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنحمر بقى شوية لسان العصفور ومعاهم الكباد والقوانص بتاعة الحمام بتاعتنا، وهنعملهم حاجة جميلة جدا في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. مستمتعة وانا بعمل، طبعا مش متضايقة خالص، يعني مستمتعة كده. دايما اعملي الحاجة بحب عشان تكوني تطلع معاكي بنتيجة كويسة. هتعمليها بحب هتطلع معاكي، يعني حتى لو انت الاول مرة تعمليها بس حابة هطلع معاكي بالنتيجة. انما لو مكشرة بقى وضربة بوز كده 10 متر، طبعا مستحيل الحاجة دي هتطلع معاكي حلوة، حتى لو هي كوباية شاي مش أكلة هناكلها. فدايما يا جماعة حبوا الحاجة اللي انتوا بتعملوها عشان تطلع معاكم كويسة. بسم الله ما شاء الله، يعني وقت الفيديو ده هو الوقت الطبيعي معاكم، يعني ما خدش وقت زي ما انتوا شايفين. يمكن بس الشوية اللي انا سبقتهم ان وانا بعمل الرز وكده يعني، بس ما خدش وقت خالص يعني. خلاص، هو احنا خلاص كده هنضاف ال3 التانيين وهفتحهم، وبعدين هرجع لكم تاني ان شاء الله عشان ما اطولش معاكم في وقت الفيديو. هو فتح الحمام مش بياخد وقت يعني، هتشوفوا دلوقتي. بس كده والله كنا خلصنا الحمام. شايفين الجمال والحلاوة والروعة؟ طبعا الليمون ده هنغسل بيه الحمام وهننقعه فيه شوية ونسيبه، وبعدين على ما نعمله شوية لسان العصفور ونحمره. وبعدين هتشوفوا دلوقتي انا بديله صدمة في الزيت. ليه؟ عشان انا صدمة مش بيحمر. الصدمة دي قبل ما احطه في المية ما بتلاقيش الشوربة نزل فيها لسان العصفور، بتقفل المسامات. طبعا بعد ما يستوي بنحمره بقى في سمنة بلدي او زيت زي ما بتحب يعني. بس هو كده انا بديله صدمة، بقفل المسامات، بيقفل على لسان العصفور والكبد والقوانص اللي جواه. واخدين بالكم انتوا؟ تمام صح؟ طبعا احنا هنحط 3 ب3 زي ما انتوا شايفين كده. في حلة على النار بقى بنحط بصلة، طماطماية، قرن فلفل، وجزرة. الحاجات اللي انت بتحبي تحطيها حطيها، وتوابلك الجميلة برضو اللي انت بتحبي تحطيها برضو كمان حطيها. يعني التوابل دي بتبقى تركها من عندك انت. اول ما المية بتبتدي تغلي كده وتفقس معانا بنحطها. طبعا الرز المعمر عملته معاكم قبل كده في فيديوهات تانية كتير، فتقدروا ترجعوا لها، فمش حابة ان انا اخليكم تملوا من الفيديوهات. زي ما انتوا شايفين كده الفرن والع. الفرن اخيرا جبنا له الحامل اللي هو بيتحط عليه الصينية بتاع المعمر دي، او اسمها العرصة او اسمها ايا كان انتوا بتقولوا عليه عموما يعني. زي ما انتوا شايفين كده ان شاء الله قريب جدا قريب جدا الفرن ده هيشال خالص، وهنحط لكم فرن جميل كده ورايق. تابعوا عليه اغلب الوصفات واحلى الوصفات اللي احنا هنعملها معاكم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين هنا الرز بدأ يغلي وهيحمر مع نفسه وبيغلي مع نفسه، وكل حاجة كده بتلاقوها جميلة وبيتردد وبيبقى روعة روعة وفي قمة الجمال. بجد الرز هنا المعمر في الفرن ده بيكون جميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصنا الرز المعمر بتاعنا. الحمام خلاص استوى برضو، بس لسه فاضل شوية على ما نيجي ناكل او كده وهحمره. فانا كده وصلت لنهاية الفيديو، انتظروني في فيديو جديد بإذن الله، وشكرا.